أسامة داود، أولا نسأل من الله أن يمن عليه بشفاء العاقل. ثانيا أكيد أن الأكثر يعرف الأخ أسامة داود، نعرفه بروحه الخفيفة، بروحه الذي دائما تشوف الابتسامة على وجهه. شخص يحب المقالب، شخصية إذا دخلت حسابه مستحيل تمل من التصفح في صفحته. فجأة يفاجئنا بمنشورات بأنه في المستشفى. تعرفون إيش السبب؟ فمن واجبي أن أنا أطلع وأعيش أو أعترف بتجربة خاطئة عشتها عشان غيري لا يعيشها، سواء كان كبير أو صغير. أنا لي الحين قريب 4 شهور جالس أتعالج من الفيب، 4 شهور وأنا أحاول أتعالج من الفيب. السبب الفيب. سبق ونشرنا عن أضرار الفيب يا إخواني. يعني أنتم آخذين الوضع إن هي تشرب لك فيب، النكهة، الطعم، والله العظيم إن هي بتوديك في 60 داهية. شوفوا الأخ أسامة داود الآن مرقد في حالة ما نقول إلا الله يشافيه ويقومه بالسلامة إن شاء الله. وننصح الجميع، أنا والله العظيم إنه أنا أول واحد من عانيت من الفيب، أنا أول شخص عانيت منه، والحمد لله اللهم لك الحمد قدرت إن أنا أبطله وتشافيت، اللهم لك الحمد. والله يا أخواني إن هذا الفيب والتدخين بشكل عام، أنا اللهم لك الحمد ما أدخن. كان في شوية فيب هكذا لما نخزن خلاص بطلناها بعد ما حصلت مصرعي منها، اللهم لك الحمد. نصيحتي إن أنتم ابتعدوا عن الفيب. والله إنها دمار. ورسالتي إلى الآباء والأمهات، تلقه فيب بيد بنت ولا ولد اكسر براسه. ما إنه تشوفهم مدمنين وكأنها شيء والله إني ايزي سهلة في العقل. لا تجعلوش إنه مثلا نفسيتك تتحكم فيك، لا، خلي عقلك تمشي كل شيء. اقتنع، القناعة كنز. فأنا أنصحكم ابتعدوا عن الفيب هذا، والله العظيم إنه دمار.